في لحظة غريبة جدا. ممكن تفتح عينيك تلاقي كل حاجة طبيعية، سريرك، الحيطة، المروحة اللي بتزن كل شوية، بس في حاجة ناقصة. جسمك بتحاول تتحرك مش قادر، تحاول تصرخ صوتك مكتوم، تبدأ تحس ان في حاجة تقيلة قاعدة على صدرك، وفي خيال واقف في زاوية الأوضة بيقرب. لا، ده مش كابوس، ده اسمه الجاسوم. من زمان الناس ما كانتش فاهمه ايه ده، فقالوا عليه جن، وقعدوا يقولوا انا اتلبست يا جدعان، في شيطان اتلبسني حاجه كده، وقالوا في كائن بيقعد على صدرك بالليل يثبتك ويبلع صوتك. وفي اليابان اسمه كاناشيباري، يا رب اكون نطقتها صح، يعني شيطان بيأيدك وانت نايم. كل حضاره كان عندها تفسير وكلهم كانوا غلط. الجاسوم هو ببساطة انك صحيت بعقلك بس جسمك لسه نايم. اثناء النوم مخك بيمر بمراحل، اهمها الريم سليب، ودي المرحلة اللي بتحلم فيها احلام العصر، والمخ بيعمل فيها شلل مؤقت للعضلات عشان لما تيجي تسمع فيلم اكشن بعد كده تروح تنام وتيجي تحلم بيه ما تقومش تضرب حد وانت بتحلم. ما ينفعش، لازم يعملوا شلل مؤقت. في الجاسوم وعيك بيصحى لكن جسمك لسه متثبت، فتدخل في لحظة مرعبة، شايف، سامع، صاحي، بس مش قادر تتحرك. كتير بيحكوا عن رؤية كيانات، حد واقف، خيال، الصوت بيناديهم، او كان قاعد على صدرهم اول ما يصحوا من النوم. العلم بيقولك ان ده نتيجة تداخل بين وعيك وصور في الحلم، والمخ في اللحظة دي بيكون نص صاحي ونص نايم، فبيعمل هلوسات سمعية وبصرية مرعبة. في شوية أسباب بتخلي الجاسوم يحصل أكتر، ومنهم قلة النوم، الضغط النفسي، النوم المتقطع، تغيير مواعيد النوم، والنوم على الظهر اللي بيزود احتمالية حدوثه. كنت نايم عادي، صحيت لقيت نفسي مش قادر أتحرك وفي حد بيقرب مني. كنت حاسس اني هموت، بس ما عرفتش اعمل اي حاجه. بعدين فجاه الجسم فك، كل حاجه رجعت لطبيعتها تاني، وكانك صحيت من كابوس بس وانت صاحي اصلا. طيب نعمل ايه بقى لو جالنا؟ اولا ما تقلقش، الجاسوم مش مس ولا جن ولا لعنه، هو حاله علميه ومفهومه. ثانيا عشان تتجنبه المفروض منك يا استاذ انك تنام كويس من 6 ل 8 ساعات، تحافظ على جدول نوم منتظم. المفروض نقلل الكافيين قبل ما ننام، يعني مش لازم نشربها قبل ما ننام على طول، المفروض اصلا من 6 ساعات تقريبا، يعني قبل ما ننام 6 ساعات اعتقد، او من كام مش فاكر. المفروض ما نشربش كافيين قبل ما ننام، ده اللي احنا بنعمله كلنا تقريبا. ولو بيجي لك الجاسوم كتير انصحك مش لازم تنام على ظهرك، يعني براحتك، واهدى كده قبل ما تنام، مش لازم تتخانق مع دبان وشك قبل ما تنام، ريلاكس كده خالص. فعشان كده المره الجايه اللي هتصحى فيها مش قادر تتحرك ما تخافش، ده مش عفريت جاي يقعد على صدرك، مش كنبه انت يعني هيستريحوا عليك وكده، ده بس مجرد مخك ناسي صح جسمك معاه. اديله انت بس دقيقه كده وهو هيفوق، عامل زي الراوتر كده لما بيهنج، هو مخك هنج برضه نفس الكلام كده.